السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجينا للعزومات لرمضان، وجينا لشكل السفرة والفراخ بتاعتنا طعمها حلو ولا وحش، هتعجب الناس اللي هتيجي تفطر عندي ولا لا، او هتيجي تعجب الناس اللي هتاكل عندي ولا لا. زي ما انتم ما شايفين شكل الفراخ عامل ازاي، بيلمع من جوه، ما فيهاش ولا نقطة دم، مستوية على الاخر. وكمان الرز المفلفل الحلو الاصفر ده، وكمان صوص فراخ المشوية طعمه حلو جدا. يا ريت تتابع معايا الوصفة للاخر علشان هقولك على حاجات حلوة، وكمان هتعرفي الفراخ دي معمولة ازاي. بس في بداية الفيديو يا ريت تعملي لايك على الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا هنزله. اول حاجة انا عندي الفراخ دي مغسولة ونضيفة. بمسك بوز السكينة وبفتح الفراخ لحد ما اوصل للعظم، بوز السكينة كده بحاول اوصل للفرخة من جوه لحد العظماية بتاعة الفرخة. بس خدي بالك وانت بتعملي الحركة دي علشان ما تتعوريش. دلوقتي دي الخلطة بتاعة الفراخ المشوية، عندي بصل وعندي طماطم وفلفل اخضر وكمان عندي ليمون، بهارات فراخ، وعندي كبيبة صيني وملح وفلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر وكمان بابريكا، وربع كوباية من الزيت وربع كوباية من الخل. همسك الكلام ده كله وهروح اضربه في الخلاط، وكمان هزود عليه مية. انا مش هضربه لوحده، انا هضيف عليه كوباية من المية لحد ما يوصل معايا الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. همسك الخليط بتاعي وهروح اضيفه على الفراخ واحاول ادعكه كويس وادلك الفراخ كويس بيها. دلكي الفرخة كويس بالخليط اللي انتوا شايفينه ده، اهم حاجة الخليط يغطي الفراخ. زي ما انتم ما شايفين كده الفراخ دوت يا بنات بياخد معايا بيبات ليلة في التلاجة. لو مستعجلة ومش عايزة تبيتيها ليلة في التلاجة، بتروحي حطاها لمدة 5 ساعات برضو في التلاجة. بنغطي الفراخ ونسيبها 5 ساعات في التلاجة، او بنبيتها لمدة يوم بالظبط. زي ما انتم ما شايفين كده. بس اللي وصلت معايا لحد هنا تدعمني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلك اشعار. هنا كان تاني يوم بعد ما بيت التتبيلة او الفراخ في التتبيلة في التلاجة، ده كان تاني يوم بالظبط. هعمل ايه؟ انا همسك الفراخ دي كلها وهفضيها في صينية. انا الصينية مش بدهنها ولا بعمل لها اي حاجة، بنزل الفراخ كلها في الصينية. في طريقتين ان انت تسوي بيها الفراخ دي. اول طريقة ان انت بتغطيها وبتحطيها في الفرن، والطريقة دي بتطول جدا معانا. فاحنا في طريقة تانية انا عملتها في الفراخ دي وادتني الطعم الحلو اللي انا قلت لكم عليه. انا سبتها على البوتاجاز لمدة نص ساعة بالظبط، يعني مش اكتر من نص ساعة، نص ساعة. وبعد كده بعد ما اخدت نص ساعة على البوتاجاز، انا حطيتها في الفرن تكمل سواها. عايزة تعملي الطريقة دي اعمليها، لو عايزة تعملي الطريقة التانية اللي هي بتغطيها وبتحطيها في الفرن، ملهاش اي دعوة، يعني عادي بتحطيها برضو. بضيف الخليط كله في الصينية، انا مش عايزة اسيب ولا فتفوتة في الخليط، لان الخليط ده هو اللي هينزل منه الصوص الحلو اللي شفتوه في اول الفيديو. طعمه حلو جدا جدا، هيعجب اي حد عندك. وكمان الفراخ دي حلوة جدا، هتعجب اي حد عندك هياكل منها. لحد ما الفراخ تستوي في الفرن، تعالوا نعمل الرز بتاعنا الاصفر المفلفل. عندي الرز ده مغسول كويس، دي كمية الرز كلها اللي احنا هنعملها. انا بمسك الرز وبروح مقلباه زي ما انتم ما شايفين كده في الزيت. بس سامحوني لان انا اللي بصور وانا اللي بقلب، فعشان كده الصورة طالعة مش مظبوطة. يا ريت تشجعوني علشان احاول اطور من نفسي ومن تصويري باذن الله. هنا احنا هنحرك في الرز كويس، انا مش عايزاه يتفلفل ولا اي حاجة. هضيف عليه البهارات، بهارات فراخ، بصل بودر وتوم بودر وكمان بابريكا وكاري، كاري او كركم علشان اللون. بس الكاري احسن من الكركم، لو هتضيفي كركم ما تزوديش الكركم علشان بيعمل مرارة شوية في الاكل. وكمان مكعب مرق الدجاج وورقة من اللوري. وهضيف عليها ميه سخنه. انت كل واحده عارفه الرز بتاعها بيحتاج ميه قد ايه. عندك شوربه بتضيفيها بتكون احلى واحلى كمان من الميه. ما عندكيش شوربه بتحطي ميه زي ما قلتلك في الفيديو.
هنا خلاص الرز انا ما بخليهوش يطول على البوتاجاز، يا دوب كده وخلاص استوى وهطفي عليه. انا عايزاه مفلفل مش عايزاه يتعجن، فخدي بالك من الرز. بتحطيه على نار عاليه، اول ما تلاقيه شرب ميته استوى خلاص هتطفي عليه، لا ما استواش بتوطي عليه. هنا الفراخ بتاعتنا كانت خلاص طلعت من الفرن. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بحاول اخد من الصوص اللي من تحت وبغطي الفراخ من فوق زي ما انتم ما شايفين كده. غطي الفراخ بالصوص هيديله لمعة، لان الصوص اصلا مليان دهون او مليان الدهون بتاعت الفراخ نزلت مع الصوص زي ما انتم ما شايفين اللمعة بتاعتها دي. وهصفي الصوص ده في طبق لوحده، مش هدخله الفرن. خلاص انا عايزة اولع الشواية على الفراخ، بس هولع الشواية على الفراخ وهصفي الخليط. يعني انا هصفي الخليط قبل ما اضيف الفراخ تحت الشواية. هنا انا خلاص ضفت الفراخ بتاعتي، خلاص اخدت وش تحت الشواية، خلصت. كنت مولعة فحمة وهحط عليها حتة من الزيت او حتة سمنة او حتة ليا ضاني، اي حاجة عندك، وبتروحي مغطياها كتم البخار دوت علشان تديكي ريحة الفحم او ريحة الشوي. هنا خلاص احنا كنا خلصنا وقدمنا الرز تحت الفراخ. حاجة حلوة، حاجة مبهرة. الطعم فظيع، الطعم حلو جدا. بتعملي جنبها طحينة، انا كنت عاملة محشي بصراحة جنبها، فانت ليكي حرية الاختيار. انا هقدم لك شكلين للتقديم او هعمل لك شكلين للتقديم. انا اول طبق قدمته او الصينيه الاولى اللي انا قدمتها اللي هي دي الفراخ وتحتها الرز وحواليها سلطه الطحينه وكمان الصوص بتاع الفراخ. الشكل التاني اللي هو انا عملت الفراخ وحطيت المحشي زي ما انتم ما شايفين زي ما بيجي في المطاعم. فانت الشكل اللي انت بتحبيه وترتاحي فيه فاعمليه. فانا من رأيي الشكل ده احلى، بيبقى شكله حلو كده جدا جدا وحاجة حلوة جدا. يا ريت اللي وصلت معايا لحد هنا تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار. الطبق اللي جاي ده بقى ده طاجن، لو حابة تعرفي طريقته تكتبي لي في الكومنتات. طاجن حلو جدا، طاجن تحفة، طاجن نوعه جديد، ممبار على محاشي على لحوم، حاجات حلوة. لو محتاجة طريقة الطاجن دوت اكتبي لي في الكومنتات وانا باذن الله هنزلهولك على طول. هنا بقى انا هسيبكم مع الطاجن ده تتفرجوا عليه، وكمان في طبق بعده او فراخ كنتاكي بعده كوكي يعني. اتفرجوا على الوصفات بتاعتي، لو محتاجين اي وصفة بالاتنين دول بتكتبوا لي في الكومنتات وانا باذن الله هنزل لكم الوصفات على طول. ولحد هنا انا هقفل الفيديو واستودعكم الله. ما تنسوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.